مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حوار مع كاتب. في التقديم ميداد ناير، في الإعداد والإخراج الكاتب المغربي محمد أيد الحاج. في هذه الحلقة سوف نأخذكم إلى ما وراء الكلمات، إلى عوالم الكتاب وتفاصيل الحكايات. رواية حفيد إبليس للكاتبة المصرية فاطمة حجازي صادرة عن دار كيانك. ضيفنا اليوم هو الكاتبة فاطمة حجازي. ابقوا معنا فالحوار مليء بالدهشة. حفيد إبليس رواية أدبية تسلط الضوء على قوة الإيمان والانتصار على قوة الشر، بقوة الرابطة الربانية ومواجهة كل الصعاب. للكاتبة فاطمة حجازي من دولة مصر. عدد الصفحات 270 صفحة. التصنيف رعب ورومانسي. صدرت الطبعة الأولى سنة 2023 والثانية سنة 2024. صادر عن دار كيانك للنشر والتوزيع والترجمة. الفكرة العامة مفهوم جذاب يمزج عالم الشياطين وعالم الإنس بالدراما الرومانسية. الرواية تطرح صراع الإرث المظلم مقابل قدرة الحب على الخلاص. السرد والجو، لغة تصويرية مشحونة بأجواء قاتمة توفر إحساس الرعب المستمر، مع لحظات رومانسية تكسر التوتر بذكاء مع حس فكاهي وطبع ديني. الشخصيات، البطل والبطلة يتحولان بين الضعف والقوة. شخصية جيشاك الشيطان وريلا البشرية الجذابة والمهيبة، والعلاقة الرومانسية التي تضفي بعداً إنسانياً مؤثراً. بعض الشخصيات ثانوية ولكن مليئة بالعمق وحياتهم مكتملة الأركان. الحبكة والإيقاع، حبكة مشوقة مع كشف تدريجي، لكن الإيقاع يتأرجح أحيانا بين الإطالة في وصف الطقوس والمونولوجيات الداخلية. التوازن بين الرعب والرومانسية غالبا ناجح، لكنه يحتاج لمراجعة طفيفة. التيمات، الإيمان، الهوية، سلطة الشر مقابل الرحمة، والحب والاختيار الأخلاقي. السؤال المركزي جذاب: هل يكفي الحب لكسر إرث الشر؟ وهل الحرب ستكون مستمرة ليوم البعث؟ أهم نقاط القوة: المزج الفعال بين الرعب النفسي والرومانسية المظلمة، وقوة الإيمان والدين، والتحدي القوي بين الخير والشر، وانتصار الخير على الشر، والاندفاع العاطفي المؤثر. نقاط الضعف: بعد تكرار في الأفكار والحوارات الداخلية، وإطالة تفصيلية قد تبطئ الإيقاع.